تشكيلي من ضمنها الإيقاع. إمم. يعني ضربة الفرشة إيقاع، أنت بتتكلم مع اللوحة، طيب قالت حاجة وبعد كده لأ ما سمعتش، لأ ده رائع، فجأة أحط حاجة هايلة جدًا، مين العبقرية اللي حاطط التاتش ده؟ طب هاكمل بقى بعبقرية تاني ألاقيني وقعت. قال لي لأ يا دعاء أنا باكلم النار. فأقول له أيوه يا دكتور أنا فاهمة، أنتِ فاكراني أنا مش باقول حاجة رمزية، أنا والله باكلم النار. لما آجي أقول لوحة أقول أصل أنا كنت باعبّر عن ما أعرفش، لأ ده هو الحكاية هي إن كان أخينا بيكلم النار. أيوه ممكن أقعد بالساعات طويلة جدًا هادية وساكتة وبابقى عايزة كأن الكون يتوقف. دي الموضوع اللي أعتقد الشاغل اللي لازم يكون شاغلنا كلنا. مين عمر؟ مين دعاء؟ Welcome to a new episode of Think Different. I'm your host عمر السيد, software engineer, magician and photographer. النهارده هنتكلم عن topic انا بحبها جدا. topic هي الحاجه الوحيده actually اللي الانسان بيعبر بيها عن اللي بيحصل جواه بيحصل حواليه, وهو الفن basically. وانا من اكتر الحاجات اللي انا بحبها الفن, وبحب الرسم, بحب التصوير, بحب الحاجات دي لان هي من اكتر الحاجات اللي بتساعد الواحد ان هو يشوف نفسه في حاجة حقيقية قدامه. فالنهاردة قررت ان انا اجيب حد بروفيشنال في المجال ده يكلمنا يشرح لنا ايه هو الفن وايه معنى الفن وايه اللي بيدي للحاجة قيمة, ايه اللي بيخلي لوحة صغيرة بسيطة جدا ذو قيمة كبيرة جدا. فرحبوا معايا بالبروفيسور والفنانة دعاء. ازيك؟ عامل ايه؟ أهلا بيك, ازيك يا عمر؟ الحمد لله. منورني النهارده. نورك والله. انا بجد مبسوط وليا شرف جدا يعني ان انا قاعد مع حضرتك يعني بجد. الله يعني يخليك. لا والله انا سعيده بيك بجد. وثانيا شكرا ان حضرتك عزمتينا يعني في الاستوديو بتاعك المتواضع يعني. ربنا يخليك. اتشرفت بيك والاستوديو اتشرف بيك. شكرا ليك. لو ينفع نبدا تقول لنا introduction بسيطه عن مين دعاء. اسئلتك هتبتدي من اولها صعبه. ده اسهل سؤال ده. مين دعاء دي هتلاقيه الواحد بيدور عليها بقاله كتير خالص يعني, متهيألي هيبقى صعب قوي ان شاء الله نعرفها في الجنه يا رب جميعا. مين يا دعاء؟ دعاء بني ادمه يعني انسانه عاشت, اتولدت 1970. اوكي. مش عارفين في ديت تاني هيتكتب, الله اعلم هيتكتب بعد سنه, بعد دقيقه, بعد ثانيه, بعد 50 90 سنه بعد الشر برضه. الله اعلم. يعني عاشت, وغالبا اللي هيتذكروها هيبقوا قليلين مهما الاثر يعني هو اللي بيبقى اثرهم بيبقوا قله. لكن عاده الذكرى بتبقى يعني بتتنسي على مر السنين يعني. فدعاء قضيتها الكبيرة هي دعاء, وهتقابل ربنا لوحدها هي دعاء. صح. دي الموضوع اللي أعتقد الشاغل اللي لازم يكون شاغلنا كلنا. مين عمر؟ مين دعاء؟ هي دي, بغض النظر بقى عن أي تايتلز. يعني التايتلز هتروح وتيجي وما هيش في الكور. ايوه, احنا مطلوب مننا ان احنا نخرج من التايتلز دي. صح. بالتايتلز هو انا دكتوره في كليه فنون تطبيقيه, فنانه تشكيليه, بحب الفن وبمارس الفن. بحاول اسمها ايه, ادور على الخطى بتاعتي تكون على قد ما اقدر يعني سليمه يعني. وتايهه زي ما كل البشر تايهين في ملكوت ربنا سبحانه وتعالى. انا كمان تايه والله. ايوه ربنا نفس المتاهه. والله ربنا يرشدنا جميعا يا رب. يا رب ان شاء الله يا رب. بس حضرتك قلتي يعني صراحه جمله انترستنج قوي يعني شدت انتباهي جدا. حضرتك قلتي الناس قليله قوي اللي هيفتكروكي ليه؟ يعني لسه في بالي الايه ورفعنا لك ذكرك. يعني قد كده ربنا سبحانه وتعالى مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان يرفع ذكره. وخد بالك على النقيض
هناك اخرين بيسيئوا للرسول صح. وهيسيئوا يعني اذا كان الاله نفسه بيتم الاساءه ليه. بالظبط. ولكن ان نرفع ذكر انسان ده لازم يبقى يعني قيمته كبيره قوي. صح. ببقى طول عمري بحب مصطفى محمود الله يرحمه ويحسن انا اليه بعشقه قوي قوي. بعشقه. ولما بشوف الاجيال يرحمه الجديده يرحمه. وهو واصل لها بقول ياه ده ربنا رفع لك ذكرك، دي ده حقيقة. انت يعني. بس هو قدم كتير مصطفى محمود الحقيقه يعني. فانا يعني هبقى غلبانه قوي ليه بس والله؟ يا رب يا رب يرفع ذكرنا، دي حاجه جميله دي جدا حقيقة. جدا يعني. دي حقيقة. بقى مرتبة عالية قوي صراحة يعني. جدا يعني كان دايما الايه تعدي عليا، بس الخاطرين لسه امبارح خطروا في بالي ان قد كده ان ربنا سبحانه وتعالى بيعز الرسول صلى الله عليه وسلم وبيقولها له في وقت كان يعني بيعاني صح. لسه في بدايه الدعوه. وقد كده مصطفى محمود كان قاعد في اوضه فوق المستشفى بتاعته. وكان يعني اعتقد يعني على حسب السيره الذاتيه بتاعته انه كان في اواخر ايامه وحيد، يعني ولاده كبروا وهو كان يعني مش متزوج يعني. ليه زوجتين وبقيت حياته بقى وحيد، لكن هو كان يعني ايه متونس بالاعمال الخيريه. وقد كده كلامه كان عميق، وقد كده كلامه مرشد لاجيال. هي انك تستمر لاجيال بعد وفاتك، دي حاجه كبيره، ده فضل كبير قوي من ربنا. طبعا صراحه قوي قوي يعني. دي حقيقه جدا. يعني انا شخصيا دايما ببص للناس دي اللي هو بحاول على قد ما اقدر اللي هو ابقى عارف الربع اللي هم عملوه يعني. والله يعني ما بنزكيش حد على ربنا سبحانه وتعالى طبعا. لكن يعني كان في مقولة يعني انك انت لو قعدت اطلب منك تذكر لي مين اللي اخترع كذا ومين اللي اخترع كذا مش هتتذكرهم قوي. لكن لو قلت لك اخبار والدة حضرتك ايه، اخبار اختك، هتتذكرهم جدا. صح. لان هم كونكتد بيك اكتر. فهي كون ان الانسان يبقى في الحياة كونكت بناس كتير وكمان خارج اطار زمنه، ما احتكوش بيه مباشرة وبيستلهموا من سواء يعني ما قدموه في الحياة يعني بالزبط. سواء كانت كلمة أو كانت لوحة أو كانت قطعة موسيقية. ده فضل كبير جدا من ربنا. دي حقيقة. دي حقيقة. فضل عظيم جدا الصراحة. وصعب جدا ان واحد يوصل لحاجة زي كده يعني. يعني زي ما بقول لك النية الطيبة، لكن هي فضل من ربنا. دي يا رب يكتبها للناس جميعا. يا رب يا رب. انا ليا الشرف ان انا ابقى من الناس اللي تتذكر حضرتك يعني. ربنا يكرمك ربنا يكرمك يعني بعد عمر طويل انت طبعا بتعمله يعني. حاجه لطيفه جدا، وهي نوع من التسجيل ونوع من التوعيه، ودي نوايا طيبه جدا جدا يعني. شكرا ليك والله بجد. ربنا يكرمك. طيب يعني الصراحة من يعني لما دخلت شفت حضرتك يعني بسم الله ما شاء الله، يعني بيت حضرتك لوحده ممكن يبقى ميوزيوم في حد ذاته بجد. ربنا يكرمك يعني بسم الله ما شاء الله يعني. فأنا عندي فضول أعرف كان إمتى أول مرة يعني رسمتي، وإيه اللي خلاكي ترسمي ساعتها؟ أول مرة أرسم بالطفولة. أوكي. وكنت بكتب قصص روايات. اوكي. يعني احنا جيل نشأنا على شوية افكار رومانسية جدا. وعلى اغاني عبد الحليم. أيوة. انت بتسمع عبد الحليم؟ لا صح، بسمع ممكن ساعات ام كلثوم يعني. فعلا؟ ساعات يعني. بتسمع فيروز؟ مش قوي والله. ده انت من الناس النادرين اللي بتسمع ام كلثوم ما تسمعش فيروز. يعني انا كنت بعتقد دايما بسأل طلابي الاقي الاغلبية مع فيروز. اوكي. ف وانا صغير كنت بكتب قصص الاتموسفير اللي حوالينا كان يعني رومانسي قوي. اوكي. كان اكتر ده ليه جوانب ايجابيه وجوانب سلبيه. اوكي. فانتوا جيل اكثر واقعيه. ودي حاجه انا شايفاها يعني ايجابيه، فيها ايجابيات يعني ايجابيه اكتر. لا انا كنت من زمان يعني من ابتدائي برسم. اوكي. طب ويعني ايه كانت ايه لو تتذكري كانت ايه اول لوحه رسمتيها ساعتها؟ بص هو احنا جيلنا كان يعني I don't know ده مدفوع من جهة ايه، بس الحب بين الرجل والمرأة
هو كان الهدف الأسمى دي حقيقة. للحياة. ايوه. وأفلام كتيرة جدا شفناها، مم. لسه بشوف بقى أيوة. دلوقتي بوستات يقول لك الفيلم الفلاني احنا دلوقتي اكتشفنا ان البطله اللي كنا متعاطفين معاها أيوة. كانت ست مش كويسه. ايوه. فاحنا كان هذه العلاقه بين الرجل والمراه مع قدسيتها ومع تبجيلها ومع يعني انها حاجه طبعا جميله جدا وبتدي بهجه كبيره جدا للحياه، لكن مش هو ده الكور بتاع حياتنا. احنا الكور بتاع حياتنا ان احنا ندور على ذاتنا، صح. ونقترب من ربنا سبحانه وتعالى. صح جدا. لكن احنا كنا ده اغاني عبد الحليم واموت فيك وهواك حاجه ويعني ونار ومش عارفه ادخل النار حاجه كده، يعني لو دخلت انت النار هدخل معاك، لا لو دخلت انت النار معاك ربنا انا عايز اخش الجنه بالظبط. خش ايه معاك. ده ما هوش منطق، ما هيش فكر ناضج، صح، فكر منقوص. فكان في تقديس لهذه الفكره بشكل كبير. فكانت طبعا الحاجات اللي برسمها حب برضه امرأة جميلة وقصص ألف قصص حزينة أو سعيدة أيا ما كان، يعني كانت في هذا الاتجاه يعني. انترستنج جدا. طب انت قلتي حاجة، انت قلتي ان انتوا زمانكم كان اكتر يعني مبني على اللي هو الحب والرومانسية، قلتي ان ده ليه جوانب إيجابية وجوانب سلبية. ايه هي الجوانب الإيجابية والسلبية؟ الإيجابية إن هي بنميل الجيل أو يعني اللي بيصدق الحدوتة إنه للمثالية، إنه يبقى مثالي والعطاء الغير مشروط، وده كله حاجة جميلة يعني. بتستنبط أو بتشجع على العطاء بشكل كبير. السلبيات بتاعته ان هو غير واقعي، وان ما هو بعد مده من هذا العطاء الغير مشروط بتيجي وقفه كبيره مع الذات، وبتبقى بتشعر بالظلم، بتشعر انك ضحيه، يعني ليها انعكاسات نفسيه تانية مش جيده. صح. او يا اما حتى يعني احنا مثلا افلام العربي النهايه يا نهايه سعيده الاثنين اتجوزوا، يا نهايه تعيسه الاثنين ما اتجوزوش. دي حقيقه. هل هو الجواز هي نهايه؟ ابدا. صح. الجواز دي نقطه من سلسله حياه كبيره جدا جدا. الجيل الجديد بقى نناقش ما بعد الزواج القضيه ونتفق ونختلف. والانسان في نمو نفسي مدى الحياه، يعني منذ بدء الخليقه من الاول الانسان الاول الى غايه يومنا هذا احنا مختلفين ووعينا بيختلف. صح. واحنا الاثنين في العلاقه الزوجيه احنا بنتطور، احيانا تطورنا يعني يقربنا، واحيانا تطورنا يبعدنا. صح. واحيانا بعد ما نبعد نوصل في مرحله ان احنا لا عايزين نكمل فنناقش الموضوع ونرجع تاني نقرب تاني. صح. فالواقعيه بتدي نضج وبتدي حقيقي سعاده. لكن اني انا افضل في المثاليه حتى في علم النفس ده بيجيب احباط شديد. والمثاليه بتؤدي الى اكتئاب. ما يعني المثاليه المفرطه. صح. واحنا ديننا دين وسط اصلا. الوسطيه دي اجمل حاجه. دي اجمل حاجه واهم حاجه في ديننا الصراحه تو يونس. يعني هي اللي هي زي ما نقول نقطه البالانس او نقطه الميزان يعني الابيض والاسود ده بيطلع شخص انفعالي. صح. مش بالنضج الكافي. الرمادي ده لون رائع. رائع ده جوكر وبيغني غنى رائع. اوكي. بس مش معنى هل يعني هو فعلا مثلا الرمادي في اللوحات فعلا يعني لون مهم جدا؟ بصراحة حاليا بجد؟ ده الرمادي ده هو الجوكر. مش معنى يعني احنا برضو اعتدنا على ان الشخصية الكاريزما اللي بيطلع يتكلم ويبقى حديثه جذاب. أيوة. وننشدله ولما يقول نصدق. صح. I think ده جيلنا. اتمنى ان انتوا جيلكم مش هيضحك عليه الكاريزما ده هو لون البراق المتوهج. صح. اللي هو بيشد. لكن الحقيقي اللي بيوزن
المجلس واللي بيوزن الامور كلها هو الرمادي. مم. هو قليل الانفعال، وممكن نحمله بلون بسيط. يعني الرمادي ده خد منه رمادي محمر، رمادي مزرق، أوف. رمادي مخضر، رمادي يعني، وشعره بقى باللون بدرجات متعددة، فهو بيحمل لون. اوف. ما هو الرمادي مش ابيض واسود على أوكي. فكرة. احنا حتى لونيا احنا بنحصل على رمادي بمزج الالوان، ممكن جدا من غير اسود على الاطلاق. ده بجد ايوه من غير اسود؟ خالص، ويطلع رمادي غني. اوف سبحان الله. فهو الرمادي بتصور انه يعني زي ما هو في المعنى الفلسفي يعني أيوة. او النفسي، ان هو في نضج وهدوء وعدم انفعال، نفس الكلام في الفن. أوف. بيشيل كتير، هو قادر ان هو يبقى المناخ الجيد اللي نقطة احمر تقول كتير عليه. ده نقطة بالظبط كده، مش ضروري. حتى في الموسيقى أوكي. يعني انت عندك في جملة موسيقية آلة هي اللي بتعلى، بس وراها كتير قوي حاجات خافتة وإيقاعات هادئة، هي على فكرة اللي بتشيل النغمة دي. صح. لكن لو قعدت أصرخ بالنغمة طول المدة، بعد مدة المستمع هيفقد انفعاله بالنغمة العالية. صح صح. يعني سبحان الله، نظرة عميقة ومختلفة، أنا أول مرة أسمعها عن الألوان والفن صراحة. يعني الألوان متعة بجد. طبعا بشوفها يعني هي بهجة الطبيعة. اوكي، بس مش معنى بالنسبة لك الألوان المتعة، يعني ايه اللي يعني ايه اللي ممكن نقول بينور أو بيصحى جواكي لما بتتعاملي مع الألوان أو تشوفي الألوان؟ هي العلاقات بين الألوان. يعني هي العلاقة. أوكي. ما هوش لون معين. يعني زمان واحنا اطفال او انا طفله، يعني كنا يقعد يقول لك ايه اكتر لون بتحبه، ولو انت بتحب كذا يبقى انت شخصيتك كذا، وكلام من ده. انا وانا صغيره كنت بحب اللون الازرق. اوكي. بس دلوقتي بقيت احب كل الالوان. اوكي. وهي القضيه في العلاقه ما بين اللون ده وما بين اللون ده. يعني مثلا انا ممكن احط لك لون، ولو حطيت جنبه لون تاني يبقى اللون الالف هو لون الضوء، ولون ب هو لون الظل. لو جيت حطيت جنبه جيم يبقى لون ألف هو الظل، ولون جيم هو الضوء. ايوه فاهم قصدي؟ يعني هي العلاقة في النسبة والتناسب. اوكي. فهو نفس الدرجة اللونية هي أحيانا تلعب دور نور، وأحيانا تلعب دور ظلام. سبحان الله سبحان الله. اوكي. يعني احس ان هو في علم كتير جاي دلوقتي علينا. ولا علم ولا حاجه. طب عايزك قلتي حاجه لذيذه قوي، يعني انت قلتي ان انت كنت بتكتبي قصص وفي نفس الوقت بترسمي. حاجتين صراحه يعني بحسهم بعاد شويه عن بعض، وفي مجالين مختلفين عن الفن تماما. ايه يعني ايه العلاقه عندك بالنسبه لك انت كدعاء ما بين الحاجتين دول؟ وليه اخترتي الرسم ما اخترتيش مثلا الكتابه؟ يعني ليه ما كملتيش في الكتابه وكملتي في الرسم؟ هو طبعا العلاقه مرتبطه بشكل كبير جدا. هي الفنون كتير من الفنانين بيمارسوا يعني انواع مختلفه من الفنون في نفس الوقت. هي انا يعني بغبط الكتاب على قدرتهم على الكتابه، لاني بتصور ان الكلمه هي اقرب وسيله للتواصل. هو ممارسه الفنون هي اوت من انك عندك رغبه في التواصل. صح. يعني حضرتك البودكاست اللي بتعمله والفوتوغرافيا اللي بتقدمها هو نوع من انك عايز تقول حاجه. صح. عايز تقول حاجه على لسانك بعينك او على لسان اخرين، بس انت عايز تتواصل. صح. فهي الفن هي تواصل. في الاول كانت عن طريق الكلمه. يعني ما اعرفش ايه اللي خلاني اتحول للبينتينج، بس هو دايما بنقول ان احنا بنرسم عشان مش بنعرف نتكلم. اوكي انترستينج. يعني دايما يعني لما يبقى يعني انا ممكن اتكلم على شغل حد معجبه بيه اكتر بكتير جدا ما اقدر اتكلم على شغلي. بجد؟ انترستينج. يعني حضرتك ما تقدريش توصفي مثلا
تقدري توصفي لوحتك مثلا كانت بتتكلم عن ايه وابعادها ايه؟ ممكن اقول، بس يعني بحس دايما ان انا يعني سطحتها لما اوكي. بتكلم عليها، لان هي الموضوع بيبقى يعني انا من النوع الاكتف، بتحرك بسرعه اوكي. ويمكن ده مع السن اسباب لي امراض. بديك لكن الساعة. لكن لما برسم ممكن اقعد بالساعات طويله جدا هاديه وساكته، وببقى عايزه كأن الكون يتوقف. مش يعني اللي بيقومني وجع شديد بقى، خلاص في ظهري مش قادره. اللوحه هزمتني، يعني هزيمه متكرره، فخلاص تعبت. يعني مش قادره، فبقى اقول خلاص طب اروح ارتاح وابقى اجيلها تاني بصحه جيده اقدر انتصر عليها يعني. لكن وانت بترسم انت يعني مسحوب مع كل تاتش، وكل تاتش جنب تاتش ويقول حاجه يعني فكرتني الله يرحمه يحسن إليه نبيل درويش الخزاف العالمي، ألف رحمة ونور عليه. كنت لسه صغيرة وكان بيقول لي أنا بكلم النار. فكنت بقول له يعني حاجة رمز. قال لي لا يا دعاء أنا بكلم النار. فأقول له أيوة يا دكتور، أنا فاهمة أنت فاكراني أنا مش بقول حاجة رمزية، أنا والله بكلم النار ده بجد. أنا هو فعلا يعني هي بتبقى ايه، انت بتحط التاتش، انت بتتكلم مع اللوحه. طيب قالت حاجه وبعد كده لا ما سمعتش، طب اقولها تاني، طب لا انا كررتها يعني لا مش نافعه، لا وهكذا. هي يعني ايه حوار. انا بحط التاتش، لا ده رائع، فجاه احط حاجه هايله جدا، مين العبقريه اللي حاطط التاتش ده؟ طب هكمل بقى بعبقريه تاني، الاقيني وقعت. ف يعني هي اخد ورد. هو ده يعني اقولها ازاي لما اجي اقول لوحه، اقول اصل انا كنت بعبر عن ما اعرفش، لا ده هو الحكايه هي كان اخينا بيتكلم النار. ايوه هي مع كل لمسه، ومع كل انتصار، ومع كل هزيمه، ومع كل حيره، ومع كل متعه، يعني الحدوته حدوته كبيره جدا. دي حقيقة انت فكرتيني اكشلي بآية في القرآن ما معناها يعني، اللي كانت عن سيدنا داوود اللي هي وألنا له الحديد. لما حضرتك شرحتي اللي هو يعني تحطي حاجة اللوحة وفجأة انتصار، تحس انا هيرو فاهم قصدي؟ وفعلا انت لما تعمل حاجه ساعات بتبقى جيده، وفي لوحه تخلص من نص ساعه، وفي لوحه تقعد سنين ما بتخلص، وفي لوحه تبقى بتقول حاجه حلوه جدا ناقصها جمله بس تيجي تحطها تنهد كلها اللوحه، تحش جدا، ما تبقاش هي دي ال يعني هي حوار زي ما بقول لحضرتك. نيجي نقول هي بتبقى في الاول في خطه، يعني انت بتبقى داخل في خطه، انت عايز مثلا ترسم موضوع فلاني او عايز تنقل الاحساس الفلاني، بس اثناء العلاقه بيحصل حوارات اخرى كتيره جدا صعب انك تذكرها. صح جدا. يعني بس اكشلي في يعني بريليت قوي اللي حضرتك قلتيه جدا بصراحه، حتى في التصوير لما باجي اديت الصور يعني. انا معظم الوقت انا مش جامد في الايديتنج الصراحه، بس ستيل يعني سبحان الله، يعني لما بقعد العب كده بيطلعوا حلوين يعني اللي هو from nothing يعني. ساعات بحس في اللحظه دي اللي هو انا بحس ان معظم صوري اللي بطلعها بحسش ان انا اللي مطلعها، بحس ان ربنا سبحانه وتعالى هو خلاني اطلعهم. هل في لوحك في لوح مثلا بتحسيها كده اللي هو اللوحه دي مش انا اللي رسمتها؟ لا هو تقريبا كلها يعني بص، هو إشكالية الفن من وجهة نظري يعني المتواضعة
ان هي فيها جزء هندسي زي اوكي. الهندسه بتاعتكم كده، وفيها جزء روحاني. اوكي. هي هذه الانتقال، الجزء الهندسي اللي هو فيه العلوم، تشريح، منظور، خلط الوان، تكنيكس، ايا مكان، موضوع، ثقافه، اللي هو بالعقل الواعي. اوكي. انت مسيطر عليها، انت بتبقى داخل بده متسلح باسلحتك. اوكي. واخد الخوذه والسيف وكل الاسلحه اللي انت داخل بيها، بس اثناء المعركه انت ما بتبقى يعني ما بتبقاش عارف اصلا. لو انت حافظ، هنا بعض الفنانين اللي مش بعتبر ان هنا بقى ده فنان، اللي هو داخل هو عارف هيضرب 1 2 كأننا بنعمل مسرحيه. ممثل على المسرح، انا هضربك يمين شمال، اوعى بقى خلاص كده وقعت، اوكي خلصت همضي مثلا. فهو احنا هنا دي مش حرب حقيقيه، لانك انت عارف الخطه مسبقا وما بتتحورتش مع اللوحه، انت كده ديكتاتوري عليها، ما كانش فيها حاجه. لكن الحرب الحقيقيه، تعالى نتفرج على المنتصرين والمنهزمين من الحرب، اخبار شكلهم ايه؟ ده طالعين متبهدلين يعني. ايوه. البهدله الكبيره دي ان هي نقدر يعني، مش عايزه اقول ان هي حرب، لان هي احيانا بيبقى فيها، او يعني فترة الحرب بتبقى مدد صغيرة. هي في جزء منها كبير بتبقى علاقة جميلة في منتهى المتعة الكبيرة، متعة كبيرة جدا. يعني إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فأنت بتبقى داخل حاطط خطة وعامل وانهزمت، بس يعني استمتعت، بدليل ان الفنانين بيستمروا في ممارسه الفن عشان الاوقات الطويله للمتعه دي. صح. متعتها كبيره جدا يعني. صح. يعني انت ممكن تبقى بتتعب وانت بتعمل اديتنج كتير، لكن مستمتع. أيوة. والوقت بيعدي، دي حقيقة قوي. ولما تجرب دي، طب ازود الفلتر، طب انقص الارقام، طيب اجرب أيوة. حاجه تانية. طيب متعه اعمال العقل في الفن كمان مع خلط الالوان فيها روح. فانت بتبقى طاير. يعني لا الحقيقه يعني ممتعه. طب هل ممكن نقول ان يعني نستنتج مثلا من حضرتك قلتي ان اللوحه بتتكلم حرفيا؟ ما هي هي لو ما اتكلمتش، وانا احنا بعمل ايه؟ انا بتواصل. يعني لما بديك لوحه، انا عايزه اقول لك حاجه، عايزه اقول لك احساسي. عارف كده لما اقعد معاك واجي اقول لك ده انا عندي مشكله يا عمر، ده انا افتح لك قلبي. ايوه. فانت بعدها انت بتحس انك انت قربت مني، انا اللي حكيت وانا اللي اشتكيت، انت ما قلتليش حاجه خالص تخصك، لكن لما فتحت لك قلبي انت حسيت ان احنا بقينا اصحاب. صح. بقى مجرد انك سمعتني بقى في حاجه كده قربتنا من بعض. اوكي. اهو وانا في اللوحه انا بفتح قلبي. اوكي. فبقول لك على احساسي، بقول لك على اللي جوايا. هي بس كل ما في الامر او صعوبه الصوره ان هي مش كلام، كانك بتقرا روايه لاديب. انت لو استمرت على قراءه بتستشعر انك يعني انا حاسه كأن مصطفى محمود بيحبني، الله يرحمه ويحسن اليه، لان انا بحبه. انا خلاص عارفاه جزء كبير جدا من مصطفى محمود، انا عارفاه من قراءاته، من كلامه. فهي الفن نفس الوضع، بس هي الكلمه اسهل بكتير. عشان كده بقول لك انا بغبط الادباء، لان الكلمه هي وسيله التواصل الاساسيه بين البشر. صح. لكن اللوحه اصعب، يعني الموسيقى اصعب من الكلمه، لكن اتصور ان اللوحه اصعب كمان من الموسيقى. دي حقيقة، لان I think عشان اللوحه ممكن تتشاف من different perspectives كتيره. يعني ما اعتقدش ان في 2 هيتفقوا على نفس الحاجه ان اللوحه دي بتقول نفس الحاجه. الى حد ما يعني ما الموسيقى برضو قد نختلف يعني. يعني لان علشان ما لهاش كلمه. صح. يعني نقول ايه، صامته بالظبط. ايوه دي حقيقه. فهي الصمت ده وبيخلي لها جلال. صح. صح قوي. صح قوي. طب انت قلتي ان انت لوحه ساعات ممكن تهزمك
او تكسبي. مم. هل في لوحة مثلا هزمتك وما يعني ما عرفتيش تهزميها؟ كتير. بجد؟ كتير طبعا كتير. طالما يعني كأنك بتقول لي ايه، هل في حد حبيت بنت وهي ما حبيتكش؟ هي ما وكتير، وارجع لها بعد سنة وارجع لها بعد سنتين وما فيش فايدة خالص. ممكن، وفي كتير جدا برجع لها بعد سنة وتبقى من أجمل اللوحات ويعني أكثرها يعني نجاحا يعني بالنسبة لي يعني. اوكي. بس ايه بالنسبة لك ايه معنى ان اللوحة تهزمك يعني؟ جزء منها هندسي عقلي، وجزء منها روحاني. الجزء العقلي اللي هو الديزاين. الديزاين ليه قواعد إلى حد ما، فأنت القواعد خلينا هي الأقرب لينا العمارة. ليها 1 2 3 4 العواميد لازم تحط كذا 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 كذا. لكن لو انت عملت كده يعني عملت بس الكتالوج هتطلع عمارة عادية ملهاش حاجة. ده انت عايز تعمل إبداع. فانت بتحاول هتحقق كل قوانين الاتزان ولكن بشكل جديد. ف يعني هنا كأنك ايه بتكسر في القاعدة بدون ما يقع المنشأ. فهمت. فانت لازم تعمل حاجة مختلفة. وهذا الاختلاف اللي انت بتعمله كأنك بتتمرد على القاعدة، بتتشاقى، بتعمل حاجة جديدة. دي اللي بتبقى مثير فني ليك انك تكمل. طب اظبطها كده، لا مش ظابطه. طب احط هنا لون، لا مش ظابطه. طب احط محور. يعني هي العلاقات في التصميم تبقى اكسس زي العماره. فانت بتظبط الاكسس بتاعتك. ممكن تلاقيها مش راضيه تظبط مثلا، او ممكن بعد ما تظبطها تبقى ممله، تكتشف انها بقت عماره عاديه. بقت ايه ده، ما فيهاش الشقاوه اللي كنت عاملها في الاول اختفت من كتر الاتزانات اللي انت بتعملها. ده على الاطار العقلي او الفني، او مثلا لون التكنيك مثلا ما طلعش اي حاجه. يعني كان احيانا مثلا في لوحات الباستل لو قعدت تشتغل عليها كتير والورقه تتهري مثلا. ففي حاجات كتيره متعدده في اطار الاهم وهو الناحيه الروحانيه. اللوحه فيها طاقه. هي فعلا بتبقى طاقه. وانت بتشتغل بتبقى يعني ايه مفعم بهذه الطاقه. عارف يعني الشخص المكتئب، بعد الشر عن الناس جميعا، عارف الاطباء بيعرفوا الشخص المكتئب من اول ما يفتح الباب. يقول لك اول ما يخش هو مطفي. صح. في جملة جميلة قوي يقول ايه انطفأ نور قلبه. صح. هو صح. انطفى فعلا. فهي اللوحة فجأة تلاقيها انطفت. وده بقى اللي بيبقى شيء صعب تماما. عشان ترجع طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الموهب للحياة، وكأنك تحييها تاني بتبقى يعني صعب. بس بتحاول تنعيشها. ايوه عارف. فاحيانا حتى بعد ما انا عشتها بتبقى يعني عليله كده. فهمت قصدك. طب احنا ممكن نستنتج او نقول ان اصل الفن اللي عند حضرتك واصل الطاقه دي كلها هي من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الاصل. يعني هو من دون الصله اللي ما بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ما كانش ده هيبقى موجود. هو اكيد ما يعني هو يعني في المطلق ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء. هو الاول والاخر والظاهر والباطن. بالنسبه للفن يعني بالخصوص، او هي في الحياه. عارف شخص بيبقى بيشتغل وهو كله طاقه، وفي شخص تاني بيشتغل علشان اليوم يعدي.
زي جمله بتاعتكم بزق الموضوع. بتزوق اليوم. بزق كلمه وحشه قوي قوي قوي. انا حاجه يعني تحس ان المعاناه شديده يعني. أيوة. انك يعني المفترض ان هي اللوحه بتبقى فيها طاقه وبتتنقل الطاقه دي للمشاهد. اوكي. عشان يبقى التفاعل. بدون غيبة الطاقة طب المشاهد هيعمل ايه؟ صح. يعني اذا كان اللوحة ميتة هنا اصبحت ديكور. يعني زي ما بجيب كرسي، زي ما بجيب كنبة، ويمكن يعني اقل يعني احيانا يعني مع كل ما كان فيه الحس الابداعي يعني بيبقى فيها، حتى لو حاجة ماس برودكشن فيها طاقة وفيها احنا واحنا في الدنيا بتعامل معاك بمصداقية وحماس. هتتردد لو انا في المحاضرة بدي المحاضرة بقلب وبحماس بينتقل. صح. الموضوع صح جدا في كل حاجة. صح جدا. صح جدا. يعني احنا ممكن نقول كده ان الفن يعني جزء كبير من الفن روحاني. اكيد. صح كده. اكيد. هي الحياة بتاعتنا اصلا يعني ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نشتغل ونسعى. صح. بس دايما عينك على الفكرة الروحانية بتاعت الآخرة، عينك على علاقتك بالناس، عينك ان مش وانت بتحقق هدفك ما فيش حاجة اسمها الغاية تبرر الوسيلة. فهي انت يعني هتحصل على اللي انت عايز تحصل عليه. هي يعني الفنون، المهن مهن ما يعني ايه خدميه. خلينا نقول احنا كلنا انت بتمثل انك مهندس، خلينا في مسرحيه. واحد بيمثل انه طبيب، واحد بيمثل انه كذا، احنا وهكذا ادوار. ممكن جدا عفوا يعني لو في مسرحيه الراجل الزبال هو له البطوله، هو ده البطل. صح. احنا اللي قلنا لا والله ده الدكتور اهم من الزبال، بس الزبال في حياته هو اهم من الكون كله. صح. كل واحد فينا هو عارف ان انا رقم واحد. صح. وهقابل ربنا لوحدي. بالظبط كده. فهو احنا كل واحد فينا ايا ما كان دوره، ومفيش اي مهنه اقل من المهنه التانية على الاطلاق. هي مهن الفنون اليوم اللي في يعني احنا محظوظين. صح. ان بقت احنا العصر بتاعنا الترفيه بقى ياخد اولويه. أيوة. الى حد كبير. احيانا طبعا بيجنح لجوانب مش جيده، لكن قبل كده كانوا مثلا الممثل كانوا بيعتبروه مشخصاتي وما كانش يعترفوا بشهادته في المحكمه. بجد؟ تماما. وفي العصور القديمه كانوا بيعتبروا الفنان التشكيلي اقل من الموسيقي. مش فاهم. واقل من المهندس، من المعماري، لانه صنايعي بيشتغل بايده، انما التانيين بيعملوا العقل اكتر. الموسيقى فيها جزء كبير ماثماتكس. خصوصا زمان الموسيقيين كانوا هم اللي بيصنعوا الالات. فيها فيزيكس، فيها علوم. صح. لغايه لما ابتدى بقى دخل معانا التشريح والمنظور وبقى اصبح فيه علوم. فكل عصر بينظر من نظرته الضيقه. احنا مثلا على ايامنا كان المهندس والطبيب ليهم مكانه كبيره جدا. النهارده المهن اختلفت. أيوة. والرواتب اختلفت. أيوة. اختلفت جدا. بالظبط. فهي بقى انك تعمل يور اون بروجكت وتبقى قادر على انك تقوم مشروع، ده في حد ذاته ذكاء معين وله ما يقابله. صح. لكن كل الاعمال اللي بنعملها في الدنيا انا بفيدك وانت بتفيدني وهكذا. الفن مفيد لانه البني ادم مش يعني هيستفيد ايه بجسد سليم معافى وروح مريضه. صح. فالفن احنا يعني وانت بتقرا كتاب وانت بتستمع، ده احنا حياتنا كلها في الموسيقى. يعني الموسيقى يعني بتظبط لنا ايقاعات حياتنا وبتسعدنا ويعني
بتظبط هرموناتنا بشكل كبير جدا. interesting. اوكي. ما اعرف المعلومه دي صراحه يعني شو يعني دي مش مؤكده بس يعني اتصور يعني انها بتظبط هرموناتنا. طب اكشلي يعني سنس ان احنا دخلنا على الموسيقى وانا بتصفح على السوشيال ميديا، يعني مش السوشيال ميديا، الاكونت بتاع حضرتك بالتحديد يعني، او مش انا يعني التيم ميت اللي معايا يعني، فقالت لي ان حضرتك كنت عامله ورشه تقريبا عن الموسيقى مع الرسم. فصراحه استغربت، قلت لها اللي هو موسيقى ايه يعني؟ المفروض رسامه، علاقه الموسيقى بالرسم وليه حضرتك تعملي ورشه فيها الاثنين؟ هو اصلا يعني بحس ان الاثنين يعني بعاد، يعني لك موسيقى لا ما احنا متفقين واحنا قاعدين قبل اللقاء هما الاثنين فن. الامور كلها، الحياه كلها لينكد ببعضها. احنا حتى في المصطلحات الفنيه بتاعتنا يعني عناصر الفن التشكيلي من ضمنها الايقاع. يعني ضربه الفرشه ايقاع بجد. ده اساسي. القلم الخط اللي احنا بنرسمه ايقاع. يعني الطلبه عندي من اعدادي اول ما نبتدي نشتغل هما لسه جايين طازه كده فبيبتدوا يشتغلوا، فببتدي اقول لهم شخصياتهم من الاول خطوط ليهم. طب بجد بيبقى باين ان في شخص خطه خفيف ورفيع وضعيف وما حطش حاجه، متردد جدا. بيبان شخص ثاني جريء وطخ بالقلم بتقل القلم ويشتغل ويحفر بشكل كبير. بيبان واحد تاني قلم تقيل ولكنه متقطع فهو متخبط بجرأة. يعني الفن كاشف وفاضح، كأني بالظبط بتكلم، هو كلام بس كلام اللي بتعود يقراه كأنها لغة إشارة. هم ليها ناسها وليهم حاجاتهم، لما هتتمرن وتعرفها يعني هتقراها بسهولة. فهي بيبان جدا الشخصية، وبيبان ثقافتك، وبيبان يعني مش بس السبجكتس اللي انت بتقولها، مش بس موضوع اللوحة مثلا في فيجر واقف كذا والحدوتة كذا، لا هي ضربة الفرشة، اختيارك للألوان، الخناقة الحقيقية والخناقة اللي كده وكده يعني يعني مفضوحة تماما تماما. فإحنا مصطلحات الفن البصري ومصطلحات الموسيقى تكاد تكون يعني متقاربة بشكل كبير جدا. هو اللي أنا لاحظته إن أنا نوعيات شغلي اتغيرت لما نوعيات الموسيقى بتاعتي اتغيرت بجد إلى حد كبير. هو لأن هو مود، أنا مثلا في مود حزين إلى حد كبير، فكانت الدراما أكتر في اللوحات. مود لايت أكتر، لا بينعكس على شغلي حتى واحنا شغالين. يعني بقيت انصح الطلبه لا يعني انت شوف انت عايز تنتج ايه او ده الاتجاه بتاعك، وانتبه للموسيقى اللي انت بتسمعها. يعني وانت بتسمع ام كلثوم اكيد هتطلع حاجه شرقيه فيها بجد؟ الدندنه الشرقيه اللي فيها الزخرفه، هتطلع تفاصيل اكتر. يعني فيها ما هي انت بتسمعها في وسط اللوحه هتطلع. سبحان الله. انا صراحه مستمتع جدا باللي بسمعه تيونس. طيب ده اكشلي اللي حضرتك قلتيه فكرني بحاجه انا كنت سمعتها من واحده اسمها ياسمين، كنت عامل معاها حلقه من كام يوم. هي برضو كنت ترسم تعمل اويل بينتنج وبتاع، كانت مهندسه. فقالت لي ان كل فنان ليه الستايل بتاعه، والستايل ده بيقول حاجه عن الفنان. فانا عندي فضول اعرف انت كدعاء يعني ايه الستايل بتاعك، والستايل بتاعك بيقول ايه عنك يعني؟ طيب الستايل اللي احنا بنسميها البصمه الفنيه دي قضيه فنيه كبيره جدا. اوف بجد. دايما بيدور الفنان على انه يدور على بصمه. يعني ايه بصمه؟ يعني اول ما تشوف اللوحه دي تعرف دي دعاء.
ويا ريت تبقى بصمه مبتكره متميزه بتاعتك. اوكي. دي تقريبا اللي بيدور عليها اغلب الفنانين. لما بيبقى فنان نجح وحقق شهرة كبيرة وتعرف بالبصمة دي، اوكي، ممكن جدا يتخنق جوه البصمة دي كأنها سينما. هي اتعرفت ان الممثلة دي بتعمل الادوار ده، مثلا دور الشريرة، واتحبست جوه دور الشريرة، فدي بتبقى قاتلة فنيا. احنا كده بتبعتنا للفكرة اللي بقول لحضرتك عليها، ان انا مش داخلة خناقة، ده انا داخلة وانا عارفة انا هعمل ايه. طيب هل كلهم خلاص استسلموا؟ لا، ممكن تلاقي بعض الفنانين تمرد على هذه الحبسة، السجن العنيف اللي فيها، وحاول يغير من الستايل بتاعه. نصيب من عند ربنا سبحانه وتعالى. يا إما الناس تتقبل الجديد، يا إما الناس ترفضه تماما، وبيبقى فيه عزوف عنه بشكل كبير جدا. طيب هيعافر فترة 2 3 ثم هينهزم، هيرجع تاني للستايل بتاعه، لأنه كانوا في مكانة معينة وفقد المكانة. مثلا بيكاسو جرب حاجات كتيرة ومختلفة جدا، وده شقاوة بيكاسو رهيب. هو بيجري وكله بيجري وراه، متجدد. تحس ان يعني الراجل توفى في التسعينات، ومع هذا تشوف شغله وخزفياته ولا شاب صغير. ايه كم الحيوية في شغله، حيوية تثير الغيرة الفنية بعنف يعني. كأنه شاب قلبه قلب شاب تماما. الراجل ده عيل وبيلعب وبيتنطط بشكل رائع، والناس تقبلت منه، وهو أعمال بقى يجري وكل العالم بيجري وراه. رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى، الله أعلم أبعاده إيه. فالبصمة الفنية يعني مميزاتها الكبيرة إن هي بتخلي العالم يعرفك لحد كبير. طيب اللي ما حققش شهرة، ما اتحبس، فهو ما خدش مميزات الشهرة والنجاح بشكل كبير، ولكنه حر طليق ينتقل تمام، لأن إحنا بنتغير. يعني الإنسان بطبيعته بيتغير. أنت ممكن تبقى متمسك بفكرة بقوة في شبابك، بعد فترة، بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، معرفش المستقبل فيه إيه، تبقى أنت شخصيا ضد الفكرة دي. دي حقيقة. على رأي صلاح جاهين، اللي النهاردة بتطلبه وتشتهيه هو اللي بكرة تشتهي تغيره. صح جدا. أنت كده اتحبست بشكل كبير. في فنانين كتير متجددين، وفي فنانين كتير محبوسين. طب حضرتك انهي فنان؟ يعني انت شوف انت اللي تحكم. صراحه متجدده، يعني في ستايلز مختلفه جدا. يعني في الحاجات اللي فيها معظمها ورد والديتيلز بتاعت الورد ده باينه فيها، وفي حاجات اللي هي فيها طبيعه، بس الطبيعه معموله بشكل اللي هو تحس ان كل لمسه فرشه هي مستقله عن ذاتها، بس تجميعتهم مع بعض عاملين الصوره. عارفه كأنك اللي هو رسمتي الصوره بنقط موزايك. ايوه، بس هي اسمها ايه، تاتش، بالتاتش بتاع الفرشه. فاي ثينك ان حضرتك في النص تاني اللي هو الحر الطليق اللي بيجرب حاجات مختلفه. يعني هو لو المتلقي واعي هيقدر يربط التشابه، اللينكات. هو انا فاكره اول معرض عملته كنت حاطه تكنيكس مختلفه، مش تكنيكس يعني جزء مثلا مدرسه تأثيرية، جزء ضربه الفرشه باينه بقوه، وجزء تاني لا اللون يعني اكثر نعومه يعني. ف يعني كان كومنت الناس ان كأنهم فنانين مختلفين. فهو لا، مش فنان مختلف. انت لو دققت النظر هتلاقي ان
الاضاءه واحده، يعني الروح واحده. صح. انا بدور هنا على نفس الحاجه اللي بدورها هنا. آه. يعني كاني انا بقول كأن انا دعاء رحت سهره في البست يعني سوري، رحت النادي لبست رياضه، صح. رحت عادي لبست كاجوال. صح. هي ما تبصش للقشره اللي من بره، بص على الكور. صح. هو ايه؟ فهي القدره على انك تغوص في الدبس. الفنان لما يبقى متغير هو صادق مع الحاله اللي هو فيها. يس. وفي فنانين بيشتغلوا ممكن باكتر من تكنيك في نفس الوقت، مش مسألة مرحله، هو في نفس الوقت يعني في حاله هنا وحاله هنا، بتبقى تواصل مختلف وشخصيات مختلفة. اوكي. يا سبحان الله، يعني افتكر ان انا ما كنتش متركز كويس يعني عشان ما عرفتش اجيب التشابه. اتمنى ان انا احاول ان شاء الله يعني ابقى متلقي كويس واعرف اجيب التشابه. لا انت جبت التشابه ما تقلقش. جبت الحمد لله. انا كنت خايف لو ما كنتش جبت. لا ما تقلقش. طيب في حاجه صراحه بالنسبه لي شفتها يعني في حضرتك، يعني هي بالنسبه لي يعني ممكن الناس اللي بحب اقول عليها سوبر هيومن. فانا مثلا انا بالنسبه لي شايف حضرتك سوبر وومن. هقول لحضرتك ليه يعني. حضرتك بسم الله ما شاء الله بروفيسور، بسم الله ما شاء الله يعني، وعندك لوح كثيره وكلها بسم الله ما شاء الله جميله جدا. في نفس الوقت عند حضرتك بنات 3. حضرتك كنتي 3 صح؟ وطبعا يعني الأسرة بيبقى فيه مشاكل في الأسرة طبعا أكيد، ومشاكل الجامعة وفي نفس الوقت ان انت جوه نفسك بتبقي عايزه ترسمي، بس اللي هو في نفس الوقت انت في حاجه لازم تعمليها الاول قبل ما ترسمي. فاللي هو ازاي انت كدعاء عرفتي تمانجي ده كله عشان في الاخر توصلي للي انت عايزاه؟ يعني اللي هو بسم الله ما شاء الله يعني انت توصلي تبقي بروفيسور في الجامعه وتطلعي اللوح الجميله دي، وفي نفس الوقت خلي بالك من عيالك وزوجك وعيلتك والبيت. يعني دي حاجة بالنسبة لي يعني حاجة سوبر هيومن يعني to be honest يعني. هو مسألة السوبر يعني يبقى انت تبع جيلنا بقى يعني. انت المفروض تتولد قبلها بقى 30-40 سنة. صح. هو انت عشان جميل وقلبك طيب فانت شايف السوبر. مفيش سوبر. ليه؟ بالعكس مفيش سوبر اصلا في الدنيا. اوكي. السوبر يعني يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجمل ما فيها، وربنا في القرآن الكتاب اللي هيفضل على طول لما ربنا يعاتبه او ربنا يعني يقول له يعني يصحح مساره او ينبهه أو يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كلمات في القرآن قوية. ايوه. ف وربنا يقول لسيدنا عيسى انت قلت لهم انك انت يعني يا رب انا ما قلتش، ما لو كنت قلت ما كنت يعني انت عرفت. فما فيش ولا سوبر ولا اي حاجه خالص اللي انت بتقول عليه. انا يعني في صراع في الحياه، والواحد في كد وكبد. احنا كلنا في كبد. صح. انت بس عشان بصيت من زاويه معينه، لو انت لفيت من حته تانية هتشوف حاجه تانية. واغلبنا مهما كان خد حظ من الشهرة، مهما كان خد حظ من الأموال، يعني بلاش دي. أخواتنا في غزة وقلوبنا كلنا معاهم تماما، والوضع يعني كنت لسه شايفة يعني حد من التنمية الذاتية فبيقول لك إن مع الدراسات إحنا بنبقى الحالة النفسية
لو ادينا الحاله من يعني السعاده من 0 ل10، الاغلب البني ادمين بيبقوا 7. اوف. طيب في فتره الانجاز وانت وانا كسبت اللوحه وانا محققه بطلع ل10، مفيش شويه صغيرين وانزل ل7. احنا الانسان طبيعي. طب في فتره الكوارث والدمار بينزل ويرجع ل7. ف يعني طبعا لا اقلل على الاطلاق من المأساة العنيفة، وقلوبنا كلها يعني موجوعة تماما. واعتقد كلنا يعني في الوضع ده، ولكن الواحد عنده امل ان ربنا سبحانه وتعالى بيطبطب على قلوبهم. صح. قد يكونوا في 7 برضه، صح. من درجة من الرضا والسعادة، لان الواحد بيشوف حاجات يعني دول بيقول ما هذه القدرة على الصبر. صح. في ده. فالهيرو ما فيش، احنا كلنا يعني لو ربنا كرمنا يعني الحمد لله في 7 بنطلع وننزل ونتخبط بشكل كبير. يعني مش القضية خالص الوظيفة، يعني البروفيسور دي وظيفة صح. بتستلزم بعض الدراسات وكده، لكن ايا ما كان وظيفة. أنا مثلا بنبهر برجال الأمن السكيورتي بجد؟ اللي عندنا مثلا بيبقوا اللي بشوفهم بيبقوا واقفين البسطاء اللي هم حتى في الشركات الخاصة. أنت واقف طول اليوم ما بتعملش حاجة، زهقان. يا نهاري ما هذا الملل. صح. الحقيقة ببجلهم وببقى خجلانة كتير جدا. يعني أنا فراكة، فيعني أفضل واقفة في مكاني، مطلوب مني إني أفضل واقف وقت طويل بالشكل ده. بتأثر جدا بالسيلز اللي في المحلات، واللي جابرينهم إن هم يفضلوا واقفين. انا ما اقدرش افضل واقفه المده الطويله. ما اجيب لهم كرسي يا عم ويقعدوا. ليه نبدا في المحلات وفي المولات وفي الحاجات وهم واقفين طول اليوم، واقفين ب6-7 ساعات، وتقول لي بروفيسور؟ لا يا عم، ده على رأي عمر الشريف طبعا مع الفارق. يعني عمر الشريف مرة قال انا مشخصاتي انا بعمل ايه وباخد فلوس كتيره جدا، انا بحس ان انا ما استاهلش اخد الفلوس دي كلها، انا ربنا بس عاملني كاني يعني كوبري، ان ربنا يبعت لي الفلوس عشان هو باعتها لناس تانية عن طريقي. فلا، في مهن الحقيقه والاطباء الصغيرين لما بيبقوا في يعني الشغل بساعات طويله وعدم نوم. يعني ليا اولاد اختي اطباء تخدير بيناموا هم من كتر الارهاق والجهد اللي عليهم. فيعني لا، انا يعني بعتبر ان مهنتي برضو مهنه يعني مرفهه كفايه ان انا يعني احنا المحاضره بتاعتنا بنشغل موسيقى ونرسم ونبقى في منتهى السعاده يعني. فيعني انا مفيش اي انبهار يا عمر خالص يعني. ولا انت رايك ايه؟ انا فاهمك جدا، بس حاسس ان يعني بالنسبه للناس دلوقتي ده ممكن يبقى انبهار، عشان هم معظم الوقت بيتحججوا. بص، انا شايفه ان انا محظوظه جدا الحقيقه في ان انا بشتغل الحاجه اللي بحبها حقيقه. ويعني ما اكدبش عليك، كتير ببقى برضو بتحجج وببقى محبطه جدا، وساعات يعني الواحد بيبقى فاضي خالص. لكن يعني كلها فضل. كفايه ان الواحد قام من السرير، عفوا، وكفايه انه ماشي على رجليه. يعني ساعات يعني الواحد بيشعر بالامتنان. لو قعدنا نركز على الامتنان، فضل كبير جدا جدا. صح. يعني يعني بدل ما ابقى انا الهيرو، ده فضل كبير من ربنا ان هو اداني القدره على اني اقدر ابقى عندي الطاقه. صح. مش الجهد بس، الطاقه واني حابه اعمل ده وحابه اعمل ده وحابه اعمل ده. بالعكس، انا حاسه ان انا ما استكشفتش كفايه، انا عايزه استكشف اكتر. كنت اتمنى ابقى
يعني نفسي اغوص في الميه، بخاف. حاجات كتيره. نفسي اسافر بلاد اكتر، استكشف ثقافات اكتر. نفسي مثلا جدا يعني ابقى يعني اسافر في الاحلام طبعا بعيده يعني في الغابات، ابقى يعني بجنب الحيوانات بالقرب، بشوف اللي بيقدروا يعملوا ده فيهم جرأة اكتر. اكيد. يعني استكشاف الطبيعه. وخد بالك ده يعني ربنا امرنا بكده، القرآن نسيروا في الارض وانظروا، ويعني ربنا امرنا بهذا العمق. صح. ان احنا ما نعيش حياتنا بس ناكل ونشرب والديلي لايف المتكرره. لابد ان لنا وقفات مع انفسنا ونستكشف الطبيعه ونتدبر ونفهم المعاني. صح، صح جدا. يعني صراحة البرسبكتيف بتاع حضرتك يعني جميل جدا بجد يعني. الله يخليك. أنا صراحة في آخر نقطة كنت عايز أتكلم عليها. أنا الصراحة شوية ببقى لا ممكن غيران شوية ناحية الفن لما أشوف مثلا لوحة ما فيهاش حاجة حرفيا غير خط كده، لوحة كلها فاضية، يقول لك ده فن وبتاع، وتلاقي اللوحة معروضة في معارض يعني اللي هو في يعني ايه الحدوته؟ ايه الحدوته؟ هو عمل ايه اصلا يعني؟ ده خط. زي ما اتكلمنا قبل كده، انا شايفه ان البشريه ماشيه ناحيه التجريد اكتر. واحنا اتكلمنا تحت على ان الانسان ازاي كان بيجي لي تساؤل، هو ليه ربنا نزل انبياء كتير؟ ما كان نبي او رسول اللي هو رساله ونحافظ عليها يعني. ولكن يبدو ان الانسان بيتطور. انا في حياتي بتطور والبشريه بتتطور. صح. فعقليه البشريه زمان غير عقليتها بعد شويه، غير عقليتها النهارده، غير عقليتها بكره. صح. يعني زمان كان الانسان علشان يؤمن محتاج حاجه ماديه. صح. يشوفها معجزات. صح. لغايه لما جه الاسلام ما بقاش فيه معجزات، بقى اعمال العقل. لا هننزل لك مائده ولا هنحيي ميت ولا اي حاجه، مش اي حاجه، ولا يعني يشفي مرضى، ما فيش اي معجزات. انت بالاعمال العقل وبالفكر الرياضي، ماثماتكس، بالمنطقيه هتتوصل الى ان في اله. وقدامك كل الاديان، الدنيا مفتوحه. صح. بقت اوبن يعني الى اقصى ما تتخيل يعني. وهتلاقي في تشابه، يعني فكره الجحيم في الاديان متشابهه. متشابهه جدا. وفكره الجنه يعني بتشوفها بتتلون باكتر من لون يعني. الجمال في الاسلام انه فكره مجرده تماما. يعني اشهد ان لا اله الا الله، الجمله بالنفي، ما في، لا يوجد، خلاص. صح. جمله قاطعه قطع شديد. صح. تماما. والفلسفه الاسلاميه فيها كتير عقلي ومجرد تجريد. وحتى الفنون بتاعتنا الاشكال الهندسيه بغض النظر ليها ابعاد مختلفه يعني اسباب اخرى، ولكن يعني منطق التجريد يعني قائم. مشكله التجريد ان مطلق البساطه احيانا تخفي وراها ضعف. ففي مرحله معينه كنا بنيجي نقول انت طب عايزين نعرف الفنان ده نشوف بداياته. يعني احنا بنقول خليك نشوف انك بترسم كلاسيك وبعدين انت اتطورت شويه شويه لغايه ما رحت للتجريد. فنتاكد انك انت اصلا عندك الامكانيات. ده نوع من الحل. اتس اوكي. طيب انا قدامي لوحه موجوده يعني قصادي، ما عنديش اي خلفيات عنها. هحكم عليها هي في حد ذاتها ازاي؟ هحكم عليها باستنفار المشاعر اللي جوايا. يعني هي في حاجات
طيب هقولها لك بطريقه تانية. ماشي. مثلا انا مم. بتصور ان انا يعني قعدت في فتره معينه في عمر الاربعينات اوكي. ابتدي احس ان أنا لا انا مش هبقى مسلمه عشان انا اتولدت مسلمه في البطاقه. لا خليني اشوف ويعني ابحث رحلتي البحثيه نفسها. الحقيقه يعني جزء كبير جدا من يعني في جمله كده تقول لك ايه، الانسان لما بيحصل له حاجه حلوه قوي بيشعر في اللاوعي انه محتاج يشكر. دي حقيقه. والانسان اللي بيبقى في ازمه شديده قوي قوي بيشعر انه محتاج يستنجد. وكأن المذر بورد بتاعتنا موجود فيها ربنا. صح. اللي موجوده في القرآن اللي هو اشهدتكم على انفسكم. في حاجه يعني انا بحس ان انا كأني يعني استرشدت بوجود ربنا بالمشاعر مش بس بالعقل. في برضو يعني في كتابات النفري، هو حد من الصوفيين اللي هو ايه بيقول لك ايه حوار بينه يعني بيتخيل بينه وبين ربنا. فان هو يعني بيقول لك ضع نفسك اترك نفسك وتعالى، يعني تعالى لي بقلبك. صح. لو انت دورت هتجيلي بعملك، لو قعدت بالعمل عملك هيقومك ويوقعك، يقومك ويوقعك. صح. لكن القلب قلب. فهي في حاجات كتيرة بالقلب. صح. علاقة ده بالفن هي واحدة. هي موضوع واحد تماما. إذا كنت بقولك شوية الخطوط اللي بيعملها الطالب بتبقى مقروءة، انت يعني رحلتك الفنية بتبقى ممكن تاخدها بإعمال العقل بإنك تشوف مسيرة الفنان إيه، وممكن بتحسها. الموضوع قد يصل لدرجة من البساطة. يعني في فنان مثلا اسمه خوان ميرو. ده أسباني. ده ليه متحف في أسبانيا. أنا عايزة أقولك أنك ممكن تخش مكان زي ده هتلاقي الحيطة دي كلها لوحة، وبعدين هنا لوحة وعلى الشمال لوحة. يعني هو أكوان، يعني متحف كبير من ضمنها يعني كأنها قاعة فيها 3 قاعات، ولو انت داخل من الباب يمين وشمال اللي على اليمين هو قلم رصاص خط واحد، هو توال زي التوال الابيض ده كده بس ضخم جدا. اللوحه عباره عن قلم رصاص خط وهنا خط وهنا خط، 3 خطوط بس فقط لا غير. لوحات كتيره جدا توال وحط عليها نقطه صفراء، نقطه خضراء، نقطه فقط لا غير. طيب هو عايز ايه؟ هو عايز الدهشة. هو عايز لفت النظر. هو جزء كبير من الفن عبارة عن يعني أنا بس برسم زهور. طب ما حضرتك بتمشي في الشارع بتشوف زهور أحلى من برسمها مليون مرة. يعني صنعة الخالق لا بديل لها. أكيد. طب هتبص لوردي أنا ليه؟ صح. الطبيعة الورد بتاعي هي عبارة عن أنا شايفة الوردة بعناية. صح. فأنت بتشتري وجهة نظري. الوردة اللي في الطبيعة أجمل ما فيهاش جدال. ما فيهاش جدال. يعني أنا وأنا برسم في كل مرة بنهزم قدام جمال ربنا سبحانه وتعالى. بس أنت بتبقى عايز تشوف وجهة نظري أنا. عايز رأيي. كأنك بالظبط ما هو أصوات المياه رائعة وأصوات أمواج البحر رائعة، بس تسمع فيروز ليه؟ أنت عايز تسمع فيروز عشان صوت فيروز. بس هي بتاخدك تسحبك لمشاعر أخرى موجودة في الطبيعة برضو. وأحاسيس أخرى وشايف البحر وشبير فأنت عايز بتشاركها الحتة بتاعتها. فهذه المشاركة أحيانا في دنيا الفن بتبقى بشدك. تعال شوف وجهة نظري. فأنا عايز أشدك قوي فأعمل لك حاجة غريبة قوي. حاجة أبهرك بيها قوي. أنا مش بدافع عن خوان ميرو ولا يعنيني يعني إني أحكم عليه بده أو بده.
لكن انا في امور، يعني في مثلا المدرسه التكعيبيه، المدرسة ليه؟ التكعيبيه تكعيبية. كيوبيزم. اوكي. الكيوبيزم ابتدى يشوه في الاشكال اوكي. ويكسرها ويحطمها، مم. يعني بتبقى شخابيط اوف. اللي احنا بنقول عليها اوكي. تحطيم او كده. طيب البعد الفلسفي اللي وراها عميق جدا جدا جدا، والفن المصري القديم هو عمل حاجه شبه كده. بقى؟ طبعا الفن المصري القديم انت بتشوف البورتريه جانبي، مش هو بيقدموا وشوشهم عامله كده وكتافهم اماميه. طب ازاي؟ مش كده؟ والحوض ايوه بقى. هو عمال بيفكها، فك الجسم ورجع ركبه تاني. اوف. بطريقه ما فيش بني ادم يقدر يقف على الوقفة ارض دي. الواقع الوقفه دي. بس انت بتشوف رشيق واللاين انيق بشكل رائع. ومع التكرار ومع هذه النسبه تكاد تكون مقدسه، اللي هي يعني نسب التغيرات اللي فيها عبر العصور محدوده، بتدي هذه الجلاله والاحترام للإنسانية في حد ذاتها، والفكرة العالم الآخر، واحترام كل الكائن البشري وكل الحيوانات والطيور، وصياغة مميزة جدا. فالفن التكعيبي هو عمل حاجة شبه كده. هو شاف إن أنا لما برسم الشكل الكلاسيكي وأحاول إني أطلعه بالدقة تماما زي ما عينيا شايفاه، أنا عينيا مش شايفة كل حاجة. صح. يعني أنا شايفة الكوباية دي من هنا، لكن مش شايفاها من ورا. أنا محدودة. صح. أنا شايفة الكوباية بس مش شايفة اللي ورا، ده في الضلمة مش شايفاه. واللي بيني وبينه حيطة مش شايفاه. صح. طب الحل إيه عشان أشوف الكوباية؟ أنا هكسرها واجيب واحطها كلها كده قدامي واضحه كده، هنفرد كل حاجه هنفرد ورقنا على الترابيزه. فانا حطمتها علشان اعرفها اكتر. سبحان الله. انت ليه تجبرني اني ابص؟ برضو في ايه في القران على لحظه الوفاه، فبيقول لك فبصرك اليوم حديد. وكأن البصر ربنا رزقنا بالبصر قد كده. في الوقت التاني انت هتشوف البصر الحقيقي. انت عارف مثلا فكرة الزمن، انت اغلب القرآن بيتكلم بصيغة الماضي، وهو ما كانش ماضي. ايوه. الزمن في حاجة كبيرة احنا مش فاهمينها، وكأننا بنعيش أزمان مختلفة تماما. فممكن لحظة الموت تشوف قدامك الأزمان، حتى اتعالجت كتير جدا في أفلام كتير فكرة الزمن، التوازي، ان في أزمنة مختلفة بالتوازي في نفس الوقت. فقد تكون هتفك شفرة الزمن، هتفك وليه حديد فبصرك اليوم؟ ليه حديد؟ ايه جاب الحديد؟ طب بصرك اليوم واسع، اديني يعني انما صفة حديد صفة تثير الى الفكر يعني. وبالتالي هو الفن لانه هو عايز يشوف الحاجات بعمق اكتر بشكل كبير. فمدرسة التكعيبية اللي هم ايه، يعني الانسان البسيط هيشوفها ايه الشخبطه، التكسير. ليه هو راح بقى ايه جايب العينتين مثلا برضو يرسم الوش من الجنب ويجيب العينتين كانهم قدام، يكسر يعني بيدمر المنظور والتشريح يعني. لكن هو بيركز على امور اللي تهمه، زي المصري القديم هو ركز على الرشاقه اللي تهمه. هو شايف ان هذه الصياغه الجديده هتكون افضل صوره للانسان وللكائن الحي، سواء حيوان او نبات او التكعيبي نفس القضيه. لو مشينا اكتر على التجريد، هو يعني الكوبايه دي عباره عن ايه؟ عباره عن دايره، عباره عن مستطيل بس خدت منه هنا حته وهنا حته ودايره تاني من تحت. صح. طب انا بدل ما هرسمها بالمنظور، انا هرسم دايره، هرسم مستطيل، وهرسم دايره تانية اصغر. فاهم قصدي؟ انا فكفتها.
سواء فكفتها وحطمتها ورجعت اعملها بصياغه تانية، او خدتها وبسطتها لاشكالها الهندسيه الاساسيه، فهمت. دواير فقط، مثلثات، ايا ما كان. اوكي. فده يعني بعد اخر. لما اتكلمنا على الايقاع، لو انا ماسكه الفرشه وبشتغل بنعومه تماما وقاعده مستمتعه قوي قوي، واللون لما يجي المشاهد هيبص عليها يستشعر هذه النعومه. صح. لو امراه لابسه شيفون تحس انها خفيفه كده وطايره ايوه. وجميله، ولو لابسه خيش وخيش مقطع هتديك احساس مختلف. ايوه نفس الكلام لو انا بحط التاتش ناعم هيديك احساس، وانا بمسك اللون وبخبطه في اللوحه، واللوحه المسام بتاعتها الكانفاس خشن، او هتحط عجائن، هحط رمله، هحط حاجات، كل ده انت عينك بتشعر بالملمس، بتشعر بانفعالي. لو انا بشتغل وانا واقفه غير وانا بشتغل وانا قاعده. وانا واقفه وانا بتحرك، هذه الحركه بتطلع وانا بعمل فوق وبعمل تحت، بتبان التاتش. اللي بشتغل بفرشه عريضه، بشتغل بفرشه ناعمه، وكل ده اللي يعني انت بتستشعره في اللاوعي. فلما اجي هعمل ابستراكت وهعمل لوحه فيها بس الوان، مش راسم بورتريه، مش راسم كوبايه، مش راسم، الملمس ده انت هتقراه. صح. فانا بقول لك الحاجه بيور كانها موسيقى. يعني وانت بتسمع موسيقى بتشوف كوبايه، بتشوف. لا مش ضروري اعمل لك مثلا صوت خيل ماشي، احيانا ده يدخله في الموسيقى. لسه كنت بسمع اغنيه فيروز امبارح، توزيع جديد، شايف البحر وشكبير، وحاطين صوت موسيقى تصويريه البحر. ما هذه السذاجه؟ سذاجه مفرطه. يعني فيروز وكلماتها، سيبني انا بقى هحس بالبحر واحس وقضيتها هي قضيتها لوصف مدى الاتساع. مش ضروري تحط لي موسيقى تصويريه للبحر. انت فاهم قصدي؟ فهي الفن التجريدي هو عباره عن يعني تلخيص للاشكال اكتر واكتر، من اجل اني ابسطها علشان احسها اكتر ويحصل هذا التواصل. اوكي. ومش كله جيد، لان احيانا بتتعمل بمنطق الديكور، بمنطق الصنعه، صح، لانها سهله. لكن الفن الكلاسيكي اللي فيه مهارات، يعني المهارات دي بتبقى محتاجه ايه؟ مشوار اكبر علشان احصل عليها. لكن انا لا يعنيني ان انا اشتغلت كلاسيك بفكر المهارات او اشتغلت تجريدي تماما لو انا صادقه، وممكن التاتش ده ياخد مني جهد اكبر بكتير من جهد الكلاسيكي. هذه الطاقه توصل لك. اوكي. يا سبحان الله، انا يعني حاسس بكم معلومات ينسى عملتناش والله. يعني الله يخليك، ربنا يكرمك. يعني انا صراحه محظوظ جدا ان انا الله يخليك، انا كنت معاك محظوظ النهارده. لا انا اللي محظوظ والله. انا صراحه يعني بعد النظرة بتاعت حضرتك على الفن البسيط ده صراحة هعيد تفكير في كل حاجة. هو الفن ممتع جدا، وإنك تبقى يعني بتتفرج عليه وتستمتع بيه. زيها زي ما أنت بتقرأ، يعني أنت عايش حياتك واحدة، لكن لما بتقرأ كتب الأدباء آخرين بتعيش معهم في حياتهم الأخرى. فهي الفن نفس الكلام، أنت بتشارك فنانين في يعني تجربتهم الحياتية، يعني بقى ليها متعة كبيرة. دي حقيقة. ده يعني صراحة الحوار ده هيخليني أعيد نظرتي للفن كلها على بعضها. to be honest، يعني حسيت إن أنا كنت ببص للفن إن هو بس اللي هو لو في جهد يبقى ده فن، لو مفيش جهد ده مش فن. حسيت اللي هو لا. لا طبعا في الأول وفي الآخر يعني فتح من ربنا سبحانه وتعالى. يعني رجل الكهف لما رسم
على الكهف، وهو لا بيعرف لا ماتيريالز ولا أيوة. تشريح ولا اي حاجه، لكن هو كان صادق في تجربته على الاطلاق. طبعا احنا الاكاديميين بنبقى يعني متحيزين للاكاديميه، والتعلم الفن ما فيهاش جدال، بيسهل عليك القدره على التعبير، كاني بعلمك اللغه، وبالتالي انت انطلق قول شعر. لكن ما ننكرش ان في ناس كتير هواه وقالوا اشعار فتح من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا رزقهم هذه القدره صح على التواصل يعني. فالتواصل اوبن، مش حكر على حد. صح صح جدا، اتفق معاكي جدا بجد. بس احب اختم معاكي بسؤال، يعني انا كنت دايما بساله لنفسي وانا صغير، وبحاول افهمه اكتر يعني. ايه معنى النجاح بالنسبه لك؟ وهل انت شايفه نفسك ناجحه ولا لا؟ سؤال صعب جدا جدا. اهو ده اوحش سؤال بقى. هي نفس الكلام، جرى العرف في الحياة ان احنا نقيس النجاح بحاجتين، بالاموال وبالشهرة. صح. الى حد كبير جدا. الحقيقة احنا يعني على مستوى العالم، مش على مستوى مصر فقط يعني، الشهرة علامة استفهام ضخمة جدا جدا. ممكن يبقى يعني ناس كتير حظوظها كبيرة جدا في الشهرة، و يعني ربنا معاها في حساب يعني عسير بشكل كبير جدا. فهي الشهرة شهوة كبيرة جدا. كلنا هيبقى عندنا الشهوة الكبيرة دي. مش مجال الفن منه مجال مفتوح أكتر. وهو احنا بنعيش عصر الترفيه. ايوه العصر بتاعنا بشكل قوي جدا، إلهاء شديد. احنا طول النهار مع موبايلاتنا ومع انستجرام ومع كل الابليكيشنز، ولسه اللي جاي اكتر واكتر بشكل كبير يعني. مع الاي اي الدنيا هتبقى مختلفة. فهي شهوة كبيرة. عندي الشهوة، مفيش جدال، بني آدم، ومهما هتوصل لانك بتحقق لسه الأعلى. هي الشهوة لا تنتهي، ليس لها أول ولا آخر. والأموال نفس الكلام. الأموال مهما أخذت ومهما الآخرين شافوك إنك محظوظ جدا، إنك هيرو جدا، أنت هتستشعر إنك أنت عايز، لأنك التارجت بتاعك بيتغير، متغير باستمرار، بتبص على اللي أعلى. ومع السوشيال ميديا أنت شايف ده وشايف ده، وفي البشرية كلها في اكتئاب السوشيال ميديا. بقى متشخص، انت شايف ده مبسوط، وهنا ده ناجح عامل معرض في حتة كويسة، وده عامل معرفش مين، وده عامل ورك شوب. انا الخايب الوحيد اللي في الدنيا. انا ده يا الله، انا اشمعنى كلهم مبسوطين؟ دي خارجة مع اهلها وقاعدين بياكلوا حته في مكان شيك، ودي متجوزة واحنا يعني. أنا بقيت حطها قاعدة، أول ما ألاقي شخص يعني صديق حاطة زوجي حبيبي ربنا يخليك ليا ويبارك، أعرف إن هي هيتطلقوا على طول، يتطلقوا بعدها بجد. زوجتي الحبيبة ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، بتشعر إحنا في حاجة ما بيننا وإحنا بنتصالح يعني على العلن، ولكن الأمور ليست على ما يرام. فالنجاح كأنك بتقول لي، هو يعني ربنا بيقول لنا ابذل جهد واسعى بشكل كبير، بس عينك عندي. يعني اترك نفسك وتعالى. صح. فحتى دي مانيش ناجحة فيها. انت بتقع وتقوم وتقع وتقوم. فهي مجاهدة النفس مجاهدة عنيفة جدا جدا. عشان كده بقولك انا دعاء في الاول غالبا اعملها اجيد في الموضوع ده، عارفة الصح وعياله جدا،
هل انا قادره اعمله باستمرار؟ ان عيني تبقى على الحته الصح، صح. لان كل ما هو زايل مم. الموضوع مرعب والله يا عمر. مم. وما زالت الشهوات لا تنتهي. صح. عايز كل حاجه، عايز الصحه وعايز العافيه وعايز المال وعايز الشهره وعايز الفتح في الفن. صح. انك تعمل حاجه وتستشعر بيها. يعني ما انا ممكن اخد الاموال واخد الشهره وانا بيني وبين نفسي ابقى عارفه ان انا يعني فيك. لكن انت عايز، يعني في كلمه لاحمد زويل بيقول انا غيران من الاجيال الجديده اللي هتكتشف، الله يرحمه ويحسن اليه، معلومات انا ما عرفتهاش. ان انا هموت وفي اجيال تانية هتعرف معلومات. التحصيل حتى في الخير يعني شهوه. ف مش يعني انت ايه رايك في النجاح؟ انا بحس النجاح ان انت تعمل حاجه اللي انت بتحبها، يعني ده النجاح بالنسبه لي. الحاجه اللي انت شغوف بيها، يعني مش الحاجه اللي انت شغوف بيها. ده البدايه، بس عايز الحاجه اللي انت شغوف بيها تعمل لك عائد مادي حلو. وعايز مغريات كتيره جدا. صحيح. ما بين عربيات وموبايلات وابلكيشنز. المصاريف بقت يعني ليس لها اول ولا اخر. محتاج حاجات كتير. صح. وكل ما بتوصل في ستيب بتعلى على تطلع على اللي بعده. فالنجاح النجاح الحقيقي هو نجاح واحد بس احنا بنضل عنه يعني، وانا بضل عنه. بس هو نجاح واحد ملوش انك يعني تاخد حسنات كتيره قوي. صح. ويعني انا لا يعني ربنا يسعدنا ويهدينا يا رب. ممكن نقول جهاد النفس هو طبعا النجاح طبعا. وعينك على يعني على ايه اللي انت مقصر فيه. مع العصر بتاعنا يعني ايه، ما اعرفش، اعتقد كل العصور. على فكره انا بتصور ان العصور زمان كانت اصعب. دي حقيقة. يعني احنا مرفهين برضو في تكييف يعني بتاع يعني زمان حتى الحروب بتاعتنا حروب مرفهه عن بعد. زمان ده بس السيف لوحده ده بيتشال ازاي يعني. دي حقيقة. هي مجاهده النفس، وانك انت تهذب قلبك وتشفي قلبك من امراض القلوب ومن يعني في حاجات يعني غريزه طبيعيه. حبك للنجاح والشهره والمال والمجد وكل الكلام ده هي اهم حاجه في الاخر خالص. لما كده تقعد مع نفسك قوي تبقى راضي عن الايام، او يعني لحد ما مطمن. صح جدا. تفتكر هنبقى مطمنين؟ اتمنى يعني مش عارف، يا رب يعني الواحد بيحاول نطمن عنده بقى باذن الله. يا رب يقبلنا ونطمن عنده جميعا يا رب. يا رب يا رب يا رب. اكيد يعني ان شاء الله ربنا يكتب لنا حاجات كتيره حلوه. يا رب يا رب. انا بجد يعني مبسوط جدا ان انا كنت معاكي النهارده، مبسوط ان انا اتكلمت معاكي بجد. انا شرف بجد ان انا الله يخليك. انا اللي ليا الشرف يا عمر والله. يعني الحمد لله عرفنا نتكلم. الحمد لله بجد اتعلمت منك حاجات كتيره الله يخليك، كتر خيرك. وحاسس ان انا محظوظ بجد ان انا يعني عرفت اعمل حاجه زي كده بجد يعني. ربنا يكرمك. الله يخليك والله. انا مبسوطه جدا باللي انت بتعمله، حاجه حلوه جدا. ويعني احنا محتاجين اي حاجه مصريه، اي حاجه مننا، واحنا رائعين. احنا دي الحقيقه والله. يعني الانسان المصري انسان يعني غني جدا. اغنياء غنى شديد قوي. اغنياء بتاريخنا، اغنياء يعني بجيناتنا وباخلاصنا. احنا فعلا مش عنصريه يعني. الانسان محترم وجميل في كل زمان ومكان وفي كل دول العالم. لكن يعني يعني الضغوط العالميه بقت بتتوه كتير.
فمحتاجين نركز ونعرف قيمتنا، نثق صح. جدا جدا في قدراتنا يعني. صح. واللي بتعمله ده حاجه حلوه جدا وبدايه حلوه ودلاله يعني على الثقه. شكرا ليك. حلو. شكرا. اتمنى ان الحلقه تعجبك لما اظبطها ان شاء الله يعني. اكيد هتعجبني ان شاء الله. نشوفكم في حلقه جديده من Think Different.